السحر العجيب في قلب الحبيب. هي دي الجملة اللي بتجر رجل الزبون، سواء بقى كان راجل أو ست بيعانوا من الهجر والخصام ولوعة الحب. والقصة مش مجرد مشعوذين أو دجالين وشوية حركات سحر زي اللي بنشوفها في الأفلام القديمة. ده بقى بيزنس كبير لدرجة إن ليه محطات فضائية وآلاف الصفحات على السوشيال ميديا. بس تعرفوا إيه بقى أصل حكاية قلب الحبيب دي؟ تعال أقول لكم المفاجأة. في سنة 1976 نشر عالم المصريات الفرنسي بيير شوفان كتابه أواخر الوثنيين، وبعدها ب20 سنة ترجمه سلمان حرفوش للغة العربية. والكتاب ده عرض فيه نص تعويذة من بردية قديمة كانت اكتشفتها بعثة أثرية، وبيرجع تاريخها للقرن الثالث أو الرابع الميلادي. والتعويذة الغرامية دي كان دفنها شخص اسمه سير بامون، والراجل ده زي ما هو واضح من التعويذة كان غرقان لشوشته في حب بنت اسمها بتولامايس. والتعويذة دي كتبها على شفرة برونزية وخباها جوه تمثال صغير على صورة واحدة ست عريانة. والغريب إن رجلين وإيدين الست في التمثال كانوا مربوطين ورا ظهرها، والتمثال نفسه مغروس فيه 13 إبرة. وبعد كده حط التمثال وجواه نص التعويذة في وعاء طيني ودفنه في قبر شخص ميت اسمه أنتيبوس. وحسب الأوامر أو الأمنيات في نص التعويذة، فهو كان يقصد إنه لما تصحى روح أنتيبوس ده بعد موته، فمهمته إنه يخطف بتولامايس وهي مربوطة ويرميها في أحضانه. طيب السؤال بقى دلوقتي، هي تعويذة قلب الحبيب دي كان مكتوب فيها إيه؟ شوفوا بقى، سير بامون كتب في نص التعويذة: أعهد بهذه التعويذة إليكم يا آلهة ما تحت الأرض، إلى بلوتون وكوري وبرسفون وأدونيس وهرمز السفلي وأنوبيس القادر حامل مفاتيح الجحيم، وإليكم يا عفاريت وآلهة ما تحت الأرض، أيها الصبية والبنات الأموات قبل الأوان، أيها الشبان والصبايا، سنة بعد سنة، شهرا بعد شهر، يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، ليلة بعد ليلة، أناشد عفاريت هذا المكان جميعا، مساندة الجني أنتينوس، انهض من أجلي واقصد إلى كل مكان، إلى كل حارة، إلى كل بيت، قيد بتولامايس التي ولدتها آياس ابنة أوريجين، فلا يتمكن أحد منها ولا تكون أبدا متعة لأي رجل إلا وحدي أنا سير بامون الذي ولدته آريا. يا روح المتوفي أنتينوس، إياك أن تعصي أوامري، هيا استيقظي وهبي من أجلي، وانطلقي إلى كل مكان، إلى كل حارة، إلى كل بيت، هاتي لي بتولامايس التي ولدتها آياس ابنة أوريجين، امنعيها من الطعام والشراب إلى أن تحضر إلي. أنا سير بامون، اسحبيها من شعرها من خصرها إلى أن تلزمني ولا تتركني. أنا سير بامون الذي ولدته آريا، فلتكن لي ملك يميني، هي بتولامايس التي ولدتها آياس ابنة أوريجين، ولتصبح طوع أمري وتحبني وتشتهيني وتقول لي ما يدور في ضميرها، فإن أنجزت ذلك حررتك. وتقريبا التعويذة دي بتعتبر الدستور اللي كل قوانين الدجالين اللي شغالين على قلب الحبيب بيلتزموا بيه دلوقتي. وسير بامون ده زي ما هو واضح كان عنده ثقافة واسعة بأسماء آلهة لعصور سابقة، يعني منها الفرعوني والإغريقي والروماني. وحسب عالم الآثار بيير شوفان، فكمان ياو اللي أشارت ليه التعويذة ممكن يكون تحريف ليهو، يعني كمان في تأثر باليهودية. كمان فكرة قلب الحبيب بتتداخل مع فكرة تانية، وهي تحريم الحبيب ده على أي شخص تاني. ده غير إنها من أوائل لو ما كانتش أول الحوادث التاريخية اللي بتربط الأعمال والسحر بالدفن في قبور الموتى. ومن بعد التعويذة دي مرت سنين طويلة، ولسه بزنس قلب الحبيب مستمر، وبيلاقي اللي مقتنع بيه وبيصدقه. لكن في ثوابت مش بتتغير، منها التعويذ اللي مش مفهومة ودفنها في القبور، لكن هتفضل دايما الحقيقة المؤكدة، وهي إن القلوب بإيد ربنا وحده. وممكن تصادف في مرة وينجح الشيخ فلان في قلب الحبيب.
لكن المهم بقى قلب الحبيب نفسه، يا ترى يقدر يجيبه؟ هنستنى تعليقاتكم، وياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة لو عجبتكم، وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.